السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ منى. النهاردة هعمل معاكم حاجة حلوة كده وخفيفة من الكوسة. خلاص، الكوسة حلوة وخضار حلو وجميل جدا. النهاردة هعمل ايه بقى؟ هعمل كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة. خلاص، يلا بينا نسمي بالله ونشتغل، وهقول لكم المقادير بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوسة زي ما انتوا شايفينها كده اهو، مراكب كده مفرغة خالص من جوه. تمام. عندي البشاميل بتاعي اهو، خفيف، مش خفيف قوي يعني، نص نص كده يعني. عندي العصاج بتاعي، وعندي الجبنه الرومي بتاعتي. خلاص، حط الجبنه اللي حلوه يعني، اللي تريحك وبتحبيها حطيها. خلاص، بجيب الكوسه بتاعتي زي ما انتوا كده شايفينها. انا اسمى الكوسايه كده، بتجيبيها حلوه كده مليانه كده، بالمعلقه كده وتقوريها، تشيلي اللباب كله بتاعها كده. تمام. وما ترموهوش، هاخده فين؟ هتفضلي كده. بصوا، سهلة جدا جدا وما فيهاش أي صعوبة زي ما انت كده شايفة. طب هعمل ايه؟ مش هرميه، ده هو اللباب بتاع الكوسة. هاخده فين؟ هاخده في الصينية اللي هحط عليها الكوسة. خلاص، يلا بينا كده نشتغل كده مع بعضينا واوريكم هنحشي ازاي الكوسة. هجيب الكوسة كده بالشكل ده، واجيب العصاج بتاعي زي ما انتوا كده شايفين. تمام. واحشيها كده. هي ما فيهاش اي صعوبه خالص، وصنف حلو جدا. لان في ناس ما بتحبش الكوسه خالص، فالطريقه دي حلوه جدا، تخلي الناس تاكلها والعيال ياكلوها. خلاص. وارص في الصينيه حاطه فيها حاطه فيها الكوسه اللي طلعت، وحاطه فيها شرايح بصل. خلاص، والتوابل كلها بتاعتي في العصاك بتاعي. خلاص، ملح، فلفل، كزبره، اللي انت عاوزاه تحطيه في العصاك بتاعك. صنف جميل جدا ولايت يعني، ما تلاقوش فيه دهون كتير خالص. هخلص الكميه بتاعتي كلها كده زي ما انتوا كده شايفين، وارصها في الصينيه بتاعتي. اديني بحشي الكوسه بتاعتي زي ما وريتكم. وداخله علينا اعياد، فالصنف ده حلو قوي كمان لما تكون عامله عزومه. خلاص، ده هو زي ما وريتكم كده. رصيت الكوسه كلها، حشيتها بالعصاك بتاعي. هنزل عليها بالبشاميل بتاعي. خلاص، حلو خالص، بشاميل خفيف كلنا عارفين نعمله طبعا. معلقه زبده، معلقه دقيق، كوبايه لبن. بس هو كده العصار. البشاميل ولا زي بعض، انا اسف. خلاص، ادي اهو حطيت معايا البشاميل بتاعي. هنزل عليه بالجبنه. صنف خفيف جدا وجميل جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله. ودي حبه جبنه صغيرين، ما فيهمش يعني تكلفه كتير ولا حاجه، يكونوا عندك موجودين. وادي صينيه الكوسه اللي بالعصاج والبشاميل. خلاص، هحطها في الفرن، ولما ما اخلص هوريها لكم. وادي هي صينيه قوالب الكوسه طلعت معانا اهي زي ما انتم شايفين كده، من الفرن. حلوه قوي وخفيفه، ما خدتش معايا وقت ولا تكلفه كمان. خلاص، يلا بينا سرفزها واوريها لكم. وادي سرفست معاكم طبق قوالب الكوسه باللحمه المفرومه والبشاميل، وكمان قدمتها مع رز بنجر مسلوق، تقطعيه في قلب الرز وهيديك اللون ده هو بالظبط. مع الخضار عندك فلفل الوان، خيار. هيبقى حلو قوي. يا رب الصنف يعجبكم ان شاء الله، وانتظر لايكاتكم واشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.